وأن عملية التشريح دامت إلى ساعات متأخرة من الليل. حسب المعلومات اللي وصلتنا كونه خلط برتيكمون في حالة وفاة ولا يحتضر معناتها ما نجموش يسعفوه، فهمتني، توفى بسرعة في المساحة هذه. دونك هذا صار الصباح واحنا ما جاتنا الجثة الا في العشية، يعني تقريبا على 4 بتاع العشية. طيب يظهر لي في بالكم هبطوا بها ساقين الى غير ذلك وسط البلاد. دونك بدينا عملية الفحص والتشريح من تقريبا 4 بتاع العشية، كملنا حتى ساعة متأخرة في الليل، فهمتني. عملية خذينا كل الاحتياطات اللازمة، فهمتني، للشفافية. دونك عدة أطباء شاركوا في عملية التشريح، مش طبيب واحد، فهمتني، أساتذة أكثريتهم، وبحضور النيابة العمومية سيد الجمهورية. حضر كل عمليات الفحص والتشريح مع أخذ صور وكل شيء موثق، وفهمتني، عملنا سكانير، عملنا الصور بالاشعه الى غير ذلك، والحمد لله معناتها وصلنا النتائج هامه، معناتها عرفنا بالضبط كيفاش الطلقات الاتجاه بتاعها الى غير ذلك، وفهمتني، وحتى نوع الكرتوش اللي استعمل، فهمتني. ما نجمش نعطيكم حتى معلومه.